هاي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا انا بشرى. الا كنتي اول مره غادي تشوف لاشين ديالي دير لايك الفيديو سبسكرايب ويلا نبداو. emotional emptiness او الفراغ العاطفي، كلمه اللي كيسمعوها بزاف ديال الناس ولكن قليل اللي عارف المعنى الحقيقي ديالو. بزاف ديال الناس كيحسب ليهم ان الفراغ العاطفي كيعني غير ملي كتكون بوحدك، ماشي ملي كتكون في ريليشنشيب. ولكن في الحقيقه الفراغ العاطفي هو اعمق من هكا بزاف، كبر من هكا بزاف. هو واحد الاحساس اللي كيجيك في العمق ديالك، كيخليك تحس انه كاينه شي حاجه ناقصاك لداخل، بحال شي مساحه خاويه ما عامراش. كتكون كتحس انك محتاج شي واحد يسمعك، شي واحد اللي يبغيك بلا ما تطلب منه، يفهمك ويكون معك. ولكن في الأغلبية ديال الوقت you don't find this for feeling, not in love, not in friendship, not in family. وهنا كتولي تسول راسك علاش ما كنحسش براسي بخير واخا كاع الناس اللي كنبغيهم دايرين بيا. الفراغ العاطفي ماشي ضروري يكون سببه لاف افير. في اغلب الاوقات كيبدا ملي كتكون صغير، كيبدا من الاسره. ملي كتكون صغير وما كتلقاش هذاك الحنان اللي كتكون محتاج ليه، او اكتلي من الصحاب اللي ما كيعرفوش يسمعوك، وحتى من ذاتك ملي كتعيش حياتك بلا وعي، بلا حب ذاتي وبلا هدف حقيقي. كتولي كتعيش بلا احساس، داير فحال الروبو انت راه كاين ولكن العقل ما كاينش. وهذا الاحساس كيأثر على الانسان بزاف، كيأثر على his energy, his relationship, his psychological. كتولي حساس بزاف وكتعلق بالزربه، وكتولي كتخاف من الفقد وكتطلب الاهتمام بطريقه مباشره او غير مباشره. وحتى ملي كتحاول تكون بخير تولي بخير كتلقى راسك خاوي من الداخل، ما قادر تعطي والو، ما قادر دير والو، ما قادرش تبدل راسك. ماشي عيب تحس هذا الاحساس لانه الملايين ديال الناس كيدوزوا من هذه المرحله، ولكن اهم حاجه هي انك تعترف بها وتخدم على راسك باش تتجاوز هذا الشيء وتكون بخير. والاسباب ديال الفراغ العاطفي كتختلف من شخص لاخر. غادي نعاود لكم ستوري تايم بالزربه. كنت جالسه واحد النهار مع ماي بيست فريند، كانت كتعاود لي شي حاجه وانا حاولت نهون عليها ونحسسها انه الموضوع ما يستاهلش. فقلت لها عادي حسنتي، كاملين بينا كندوزو من هاد الظروف وكندوزو من هاد المراحل. فقالت لي يا بشرى قلبك ماشي هو قلبي، والتعامل ديالي مع المشاكل ماشي هو التعامل ديالك انتي مع المشاكل. فمن داك الوقت لدابا وليت كنفكر 1000 مره قبل ما نعطي رايي في شي حاجه كتخص شي واحد، وما كنحاولش نحط راسي في بلاصه شي واحد، حيت سامبلومون كل واحد كيفاش كيتعامل مع المشاكل، كل واحد كيفاش كيتعامل مع شي حاجه واجهته في حياته. كيف قلت تختلف من شخص لشخص اخر، واغلبها طفوله، ملي كتكبر وسط عائله اللي ما كتعبرش على الحب ديالها، ما كتسمعش كلمات تشجيع نهائيا على اي حاجه درتها في حياتك، تو سامبلومون كتولي كتبني جدار ضد المشاعر. كتكبر وانت في الداخل ديالك داك الطفل اللي ما عمره ما سمع كلمات I'm so proud of you or I love you. وكاين تاني toxic relationship اللي كتستنزفك وكتعطي فيهم اكثر ما كتاخد وكيخليوك من الداخل خاوي. العلاقات اللي كتخليك تشك في راسك، في راحتك، في قيمتك. وكاين تاني لي زولمون الى سوليتود، العزله والوحده، حيت ملي كتولف تعيش بوحدك بلا تواصل حقيقي كتفقد هذاك الاحساس بالانتماء. وزيد عليهم التوقعات العاليه من الناس الاخرين، حيت كتولي تبني تصورات مثاليه وكتصدم ملي كتلقى ان الناس مختلفين. اما العلامات اللي كتبين انك عايش في فراغ عاطفي هي انك كتحس بالوحده واخا يكون داير بك الملايين ديال الناس، وما كتحس بالانتماء في حتى شي بلاصه. كتولي تتعلق بزاف، اي كلمه زوينه كتاثر فيك واي تجاهل صغير كيدمرك. كتولي باغي اهتمام دائم وما كتملش. كتولي مزاجي بالزربه كيتخربق لك المود ديالك. دابا كتكون بخير شويه كيولي مزاجك مخربق وما عارفش راسك علاش. كتفقد التركيز وما كتبقاش باغي تشوف الناس، وكتولي تحس انه كل شيء ثقيل عليك، وهذا الشيء راه كيأثر على ديلي لايف ديالك. في العلاقات كتولي كتخنق الطرف الاخر لانك كتولي كتطلب بزاف، اولا كتبعد لانك كتولي خايف لا تتآذى.
في الانتاجيه كيولي ما عندكش الطاقه وما عاجبك حتى شي حاجه. اما في الصحه النفسيه كيدخل الحزن، الاحباط، التوتر، وهذا الشيء يقدر يتحول لاكتئاب. يقدر يتحول لاكتئاب، وهذا الشيء ماشي عيب، بالعكس هو علامه ديال انه كتقول لك وقف واهتم براسك. نفسك كتنبه كتقول لك اهتم بيا شويه. باش تخرج من هذه الحاله خاصك تبدا من الداخل ماشي من برا. قوي العلاقه ديالك مع راسك، فهم راسك، هضر مع راسك، سامح راسك. ماشي تبقى عالق في الماضي وكتلوم راسك على شي حاجه اللي دازت عليها 90 عام وانت باقي ما بغيتيش تنساها. عرف شنو كتبغي، شنو كيفرحك، شنو كيأذيك وشنو كيبكيك. ما تبقاش تهرب من الوحده، عيش معاها وتعلم منها. عمر وقتك بحوايج مفيده، قرا، دير سبور، تعلم حوايج جديده، شارك في اعمال تطوعيه. خلي حياتك يكون عندها معنى. بهذا المعنى خلي حياتك يكون عندها معنى. واخا تكون صعيبه مع الوقت غادي تحس بالراحه. بني علاقات جديده، علاقات صحيه ما فيهاش تملك، ما كتحش براسك كتلعب فيها ادوار. اختار ناس اللي كيعطيوك طاقه ايجابيه، اللي كيسمعوك بلا ما يحكموا عليك، اللي كيبغيوك كيف ما انت، وخليك مركز على الاهداف الذاتيه ديالك. الانسان ملي كيعمر وقته ما كيبقاش عنده فراغ كبير، واكبر عدو للانسان هو الفراغ. حيت ملي كيكون عندك الفراغ ونفس النهار كيبقى يتعاود عندك، ديك الساعه اي حاجه سلبيه كتجي تجلس لك هنا. ديك الساعه كاع الامراض غادي يجيوك. بهذا المصطلح كاع الامراض غادي يجيوك. الفراغ هو اكبر عدو للانسان. ما غاديش تبقى تنعس، غتبقى النهار كامل وانت كتفكر. بزاف ديال الناس فاهمين الفراغ العاطفي بطريقه غلطه. كيحسب لي الحل هو انه يمشي يدخل في علاقه جديده باش ينسى القديمه، باش يحس براسو انه محبوب والناس كيبغيوه، وفي الاخير كيلقى راسو معاود نفس الغلط. اولا كيعمر الفراغ بهذوك لي ريلاسيون ا ديستانس ديال السوشيال ميديا اللي مبنيين على جيم وكومونتير، وكيحسب لي انه كيعمر الفراغ اللي عنده بهذاك الاهتمام الافتراضي، وما عارفش انه في الحقيقه كيزيد عمقه. وكاين داك النوع اللي كيتعلق باي واحد واخا يكون غير في الزنقه قال ليه شي كلمه زوينه، ما كيعرفش يفرق ما بين الاهتمام العابر والاهتمام الحقيقي. خاصكم تفهموا ان الفراغ العاطفي ماشي ضعف. عارفه راسك كتكون بهذا ماشي ضعف، كثرت منها ياك. الفراغ العاطفي ماشي ضعف، ما كتثقش في راسك ماشي ضعف، اي حاجه عندي انا ماشي ضعف. غير صبروا عليا، هذا هو مصطلحاتي. بالك كتعرفوا شي مصطلح اخر قولوا لي نبدلها. راه طبيعي الانسان يحس بالنقص مره ماشي دائما ولكن مره. حنا ما تزاديناش مثاليين، ما تزاديناش كاملين، الكمال لله عز وجل. ولكن القوه الحقيقيه كاينه في انك تعرف تواجه هذا الشيء اللي كدوز منه بالوعي، وتخدم على راسك باش تولي مكتفي. راه ماشي سهل باش انك توصل لمرحله الاكتفاء الذاتي، ولكن ماشي شي حاجه اللي مستحيله. ومين كتوصل ليها ما كتبقاش تطلب من الناس يهتموا بيك او لا يبغيوك. ديك الساعه كيولي عندك واحد الاكتفاء ذاتي وما كتبقى تسنى حتى شي حاجه من شي واحد. وبحال في الاخر ديال اي فيديو كنقول لكم شي حاجه من القلب، واخا اليوم تكون حاس بالنقص، بالوحده ولا بالفراغ، تاكد ان هذا الشيء مرحله مؤقته، ما غاديش يستمر معك الحياه كامله، هو فقط جزء من الرحله ديالك في هذه الحياه. وغادي يجي نهار اللي غادي تحس بواحد الراحه اللي ما حسيتهاش من قبل، لانك غادي تكون تعلمتي تبغي راسك، تعلمتي تكون صديق راسك، وغادي تكون تعلمتي ان السلام ما كيتشراش، هو شي حاجه اللي كتجي من الداخل. ما تنساش ان الفراغ العاطفي هو ماشي نهايه، بالعكس هو بدايه جديده نحو الوعي، نحو حب الذات، نحو حياه فيها توازن. غير خدم على راسك، وخاصك تعرف انه كل شيء تقدر تجاوزه، وخليك قريب من الله، لان قربك من الله هو اول خطوه نحو الاكتفاء الحقيقي. الى وصلتي حتى لهنا بغيت نقول لك شكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. ما تنساش دير لايك، سبسكرايب، وتابعوني على الانستغرام، خلي لكم هنا كما كنخلي فيديوهات قصيره على هنا. نشوفكم فيديو جديد وحسن من هذا، خليتكم على خير، باي باي.